شبك عليا، كنت عم بمزح، مو مبين مزح. حتى لو عم تمزحي بس بيقولوا إنه ما في مزحة ما فيها شي من الجد، ما هيك؟ إيه. قوليلي، حكيتي مع بابا؟ بشو بدنا نحكي؟ أكيد قعدنا وحكينا بقصة حياتك الغرامية عليا خانم. تمقلسي لقلك. أصلاً أنا اللي حابة أعرف شو آخر أخبارك الغرامية. يعني عن شو بدي أحكي لك؟ عن شي ما له وجود من الأساس؟ ليش هيك عم بتقولي؟ أنا شفته بالفيديو، الشاب حلاوة. أنو فيديو؟ وقت كان عم يضربه لبراق. كان في فيديو بالعرس كمان؟ شو؟ أنو عرس؟ أه عليا، أنا لازم أطلع ضروري. اعتذري لي من خالتي نيابة عني، ماشي؟ طيب وين رايحة؟ عدي شوي. لازم شوف علي رضا. إذا كل هاد وما في شي، لو كان في شي شو بتعملي؟ ألو، أهلا وسهلا. خير، شو في؟ طيب، جاية لعندك فوري. يا مسكين يا ابني. شكراً إنك رضيتي تجي. تفضلي بنتي. فوتي. تفضلي فوتي لجوا. شكراً على اللي عملتيه امبارح. من صدمة اللي صار ما صح لنا نتشكرك. لا تواخذينا. العفو خالتي. يعني أنا مقهورة على الشي اللي صار معكم. انتي كنتي شاهدة وشفتي اللي صار بعينك. أنا بعز حرقت قلبي على بنتي حتى قبل ما تنشف دمعتي. راكدة على هموم التانيين. ابني علي رضا من صدمته من الشي اللي صار ما له عرفان شو يتصرف ولا شو يعمل معهم. ما رح أتحمل إني أخسر ابني كمان. ساعديني بنتي. احكي له عن حقيقة الناس اللي حاططهم براسه وعم يتحداهم. فهميه إنه ما رح يطلع من خرجهم. يشيل بقى من جواته رغبته بالانتقام منه.
خلص أنا بحاول حاكي، بس انتو كمان لازم تعطوا شوية وقت خالتي. لسه جرحه تازة، يعني ما رح يكون متقبل يسمع من أي حدا. أنا مو عارفانة شو بدي أعمل. حكيته بس ما عم يسمع ابنه. لازم تحاولي تحاكي له يقتنع منك. إذا هذا اللي إجا امبارح على بيتنا أنت قدرتي توقفيه، معناتها بتقدري تقنعيه لعلي رضا. أهلا وسهلا، كيف كانت؟ ما كانت منيحة، ما قدرت أقنعه بالشهادة. اجمعي لي الملف كله لحتى نراجعه، يعني بجوز نلاقي شي ثغرة نستفيد منه. في أستاذ طلب يشوفك، فوتته على مكتبك من شوي. ومين هو؟ أنا آسفة كتير إني نطرتك، قلي كيف بقدر ساعدك؟ مراد أرسوي. بعرف منيح مين بتكون. إذا جاي لهون لحتى تهددني، اسمحي لي اشرح لك سبب جيتي لعندك. بأكد لك انه ما في اي شيء بيستدعي خوفك او قلقك. طيب أقعد. بلش بالموضوع. نحن اشترينا مستشفى من فترة قريبة، وعم نفكر نشتري الثانية، بس لسه في محادثات، وعم دور على محامي يدير الأمور القانونية بهذا الجروب. يعني القصة مانا تهديد، أنت جاي لتشتريني مو هيك؟ حسب معلوماتي الأغراض بس بينشروا، مو البشر حضرة الأستاذة. لازم يكونوا علموكن هالشي وقت الدراسة. لكن أنا كمان رح أحكي لك عن قانون العقوبات. أي حدا بيقتل الناس بيفوت على الحبس بهالبساطة. ليش مستعجلة بالحكم علي؟ يعني أنا بالنهاية رجل أعمال جايكي بفرصة عمل، ولا كلامي غلط؟ مراد بيك، أنا ما تعودت دافع عن العصابات والمافيا. عن جد؟ والله ما كنت بعرف، بعتذر. بس ما بدنا نستبق الأمور. لما شفتك محامية عن علي رضا الطاي فهمت غلط.